السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نعمل ديزاين للستير طبقا للكود المصري باستخدام برنامج كونكريت ديزاين بروجرام. البرنامج ده سهل جدا في تنزيله وسهل جدا في تسطيبه، وسهل جدا في استخدامه. أول ما نفتح البرنامج هنلاقي فيه كذا كاتيجوري للكونكريت إليمنت. هندخل على الستيرز هنلاقيه مقسمه برضو لكذا نقطة. لو عندي سلم قلبة واحدة، لو سلم قلبتين، لو سلم ثلاث قلبات، لو كانتليفر، ولو سلم سبايرال. طيب أنا هدخل على السلم القلبتين، هلاقيه برضو مقسمه لكذا كيس. اول كيس السلم التراديشنال اللي هو موجود في اغلب الشغل بتاعنا، اربع اعمده باربع كاميرات والقلبتين متحملين على الكاميرات، الاربع كاميرات الموجودين في السلم. كيس رقم اتنين سلم تو فلايت ويز كانتليفر. سلم رقم ثلاثة برضو نفس الفكرة. سلم رقم أربعة عبارة عن قلبتين على حرف ال. القلبة رقم اتنين لو افترض ان القلبة دي رقم اتنين متحملة على الفيرتيكال element الشير وول دي والشير وول دي، والأول قلبة متحملة على بادية من البادي ومتحملة على القلبة رقم اتنين. طيب، وعندي آخر حالة برضو الجزء التراديشنال، السلم التراديشنال اللي موجود في أغلب المشاريع بتاعتي. طيب هندخل هنا نلاقي شوية input بارامتر لازم أوقعها. بعد كده أدوس ديزاين يطلع لي بقى الريزلت بتاعتي. طيب وليكن عندي الاف سي يو مقاومة الخرسانة للضغط هتبقى 250 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. الاف يلد 4200 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. عندي الار وعندي الاس. الار دي اللي هو الرايزر، ارتفاع درجة السلم هتبقى من 15 ل 17 سنتي، هفترضها انها ب 17. الاس النايمة، عرض النايمة، عرض درجة السلم، وليكن هو طبعا بتبقى من 25 ل 28، من 28 ل 30، فهفترضها انها ب 28. السكنس بتاع البلاطة هفترضها انها 25 سم. طبعا الكونكريت كفر بيبقى 3 سم. طبعا انا كل ده فرضيات، انا بس عايز اوريكم ازاي نستخدم البرنامج. طبعا ارتفاع الرايزر وعرض النايمة الكلام ده كله بيبقى طبعا بنجيبه من المعماري، من الديزاين المعماري للسلم. بعد كده الدبليو واحد اللي هو عرض اول قلبة وليكن متر 20. الفي اللي هو الفانوس وليكن 30. الواحد عرض الصدفة دي برضه نفترض إن هو متر 20. الاتنين اللي هو ارتفاع أو طول القلبة وليكن 3 متر ونص. تلاتة صدفة نص الدور وليكن متر 20. طيب بالنسبة للأحمال، اللايف لود لو سلم في مباني سكنية بيبقى 400 كيلو جرام لكل متر مربع، أو 0.4 طن لكل متر مربع. الديد لود يعني لو تشطيب السلم بيبقى في حدود 5 سنتي، فأقدر أحسب بالظبط الحمل هيبقى في حدود 150 كيلو جرام لكل متر مسطح. طيب هدوس أنا كده دخلت البارامترز بتاعتي كلها، هدوس ديزاين طلع لي الريزلت بتاعتي. طيب لو خليت السكنس وليكن 10 سنتي وجيت أدوس ديزاين، هو بيظهر لي الرسالة دي إن السكنس بتاعك غير كافي لإتمام عملية الديزاين. فبالتالي وبيرشح لي هو السكنس اللي هو أقل سكنس يدخل معايا في الديزاين، فممكن أخليه 22 سنتي وأدوس ديزاين طلع لي النتائج دي كلها. طيب عايز بقى إخراج محترم أدوس برنت كالكوليشن تو إكسل، هيظهر لي الشيت ده. ده الانبوت وده شكل السلم بتاعي. وبعد كده بيبدأ بقى التحليل الإنشائي ويبدأ يديني الريزلت بتاعتي. اداني في الآخر إن السمك بتاع السلم 22 سنتي، اريا ستيل واحد
5 16 اريا ستيل 2 5 16 اريا ستيل 3 9 16. ده باختصار شديد ازاي نتعامل مع البرنامج. ان شاء الله هسيب لكم لينك فيه الملف التحميل، بحيث تقدروا تنزلوا الملف.